السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد مصطفى فني ميكانيكي. النهارده إن شاء الله هنتكلم في حاجة مهمة جدا وهي مية التبريد. إيه الفرق ما بين المية الحمراء والمية الخضراء والمية المقطرة؟ أنا بالنسبة لي كراجل فني ميكانيكي أنا ما يهمنيش المواد المضافة اللي جوه المية. ليه؟ لأن أنا أولا مش هشتغل في شركة المية، أنا كل اللي يهمني في موضوع المية الحمراء لما العميل يسألني ليه عربيتي بتاخد ميه حمراء، وعميل تاني هيسالني ليه عربيتي بتاخد ميه خضراء، وهيجي عميل تاني يسالني انا عربيتي بتاخد نوع ميه نوعها ايه؟ خضراء ولا حمراء؟ اعرف ارد عليه. بالنسبه للميه الحمراء احنا عاملين جدول بسيط، لو انت عرفت الجدول ده هتلاقي الموضوع معاك سهل جدا. بالنسبه للميه الحمراء هو ده الجدول موضح معانا ان ما الفرق بين المياه الحمراء والمياه الخضراء. عندنا المياه الحمراء مبدئيا كده بتستحمل درجة حرارة من 120 لحد 135. نسبة الزيت فيها زيادة، فيها نسبة زيت عالية جدا. الضمان 5 سنين. المياه الخضراء بتستحمل درجة حرارة من 120 لحد 135 حسب نوع الشركة المصنعة والمواد المضافة. عندنا الزيت فيها أقل، نسبة أقل. الضمان 3 سنين. عندنا المياه المقطرة درجة حرارة 100، لا يوجد زيت، لا يوجد ضمان. ده بالنسبة للمية. طب العربيات اللي بتاخد مية حمراء، العربيات اللي بتاخد مية حمراء هي العربيات اللي فيها تربو. 90% من العربيات اللي فيها تربو والدايركت انجكشن على طول بتاخد مية حمراء. ليه؟ لأن لفات الموتور بتبقى سريعة جدا، مضاعفة للسيارات اللي ما فيهاش تربو أو اللي هي الانجكشن العادية بتاعت المواتير اللي هي بتاعت زمان. فعلى طول بتحط لها ميه حمراء. ليه؟ لان الميه الحمراء فيها نسبه زيت زياده، ودرجه الحراره كمان بتستحمل درجه حراره عاليه شويه، فبتريح الموتور ما بتخلوش يسخن بسرعه. الحاجه الثانيه نسبه الزيت الزياده ديت مفيده لترمبه الميه، بتحافظ عليها وبتحافظ على الدايره من الداخل عشان لفه ترمبه الميه بتبقى سريعه جدا. طيب الميه الخضراء بتتحط للعربيات اللي هي ما فيهاش تربو، اللي هي الانجكشن العادي، اللي هي بتاعت اللي هي الموديلات القديمه شويه. ده بالنسبه للميه الخضراء. الميه المقطره انت ما تحطهاش غير وانت مضطر. يعني لو العربيه عطلت منك مثلا وفضت ميه ومعكش ميه خضراء ولا ميه حمراء، لا يبقى لازم تحط لها ميه عشان تسعف نفسك لحد ما تعدي من الطريق. طيب الحاجه الثالثه، حاول بس. فانا كراجل فني ميكانيكي هو ده اللي يفيدني في موضوع الميه الحمراء والميه الخضراء، ان انا بس لما العميل يسالني عربيتي بتاخد ميه حمراء ليه اعرف ارد عليه، ولما العميل يسالني عربيتي بتاخد ميه خضراء ليه اعرف ارد عليه، ولما عميل يسالني عربيتي تاخد ايه ميه حمراء ولا ميه خضراء برضه اعرف ارد عليه. وفي الاول وفي الاخر الافضل ان انت ترجع للكتالوج تعرف نوع الميه اللي انت بتستخدمها في عربيتك. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان كان من توفيق فمن الله، وان كان سهوا او نسيان فمني ومن الشيطان.